أمي يلي لا وحد منا تعب تسهر ليالي، ما تذوق النوم تمسي لأجل نتعافى وتناضل. ويل من يعصي شياما بش صعدنا له والعوالي، يا حياة الروح فينا ضحكة تعطي تفاؤل. يا حياة الروح فينا ضحكة تعطي تفاؤل. هذه الشيلة كتب كلماتها الشاعر أبو العز مجد الفقيه على لسان والدته، تحكي وتعبر بما فيها. أداء الشاعر أبو الضياء سيف الزكري. قالت أم المجد يا من فيك عزمي واتكالي، يا عظيم الشوان يا من في يدك حل المشاكل. عافني وعفو علي رب واصلح لي وعيالي، واكفني يا الله شر الخلق يا رحمن كامل. أنت عوني يا وإلهي وانت ذي عالم بحالي، وانت ذي تعرف نوايا العبد من خارج وداخل. أسألك تشفي لي أمي رب حقق لي سؤالي، والشفاء لأمي بقلبي خير من كل والمسائل. أمي اللي لا وحد منا تعب تسهر ليالي، ما تذوق النوم تمسي لأجل نتعافى وتناضل. ويل من يعصي شياما بش صعدنا له والعوالي، يا حياة الروح فينا ضحكة تعطي تفاؤل. لا وتبالي فيما ننكر طيبة شلا، لا وتبالي طالما والله واهل شيا نور عيني خير كافر. والذهب ذي راوح من نشأ طز دام القهوى البسالي، في وجود شما يساوي الذهب حتى الصنادل. والذي شل وجعل له فيه يلقى له والنكالي، لن يفيده ما ولشله بالخديع والتحايل. واعتقد ذي شاول أقرب شخص لشهادة واحتمالي، بعد ما جلبه وحدي قد شاء ليش تقديم والتنازع. عواد ربي فوق قوم المصلحة حاكم ووالي، ذي ناس وطيبش معاهم وانكروا كل الجمايل. وعد ربي عودنا لش حامل كل الثقالي، والخواتهن واخوتي كل لن معي للجبر حامل. عود خالي شوقي الاشياء والمعي محزام وآلي، راعي الجودة وتذيما قد بدا منه تخاذل. هو ابو احمد حسن ذي بالشدايد روس مالي، الظنا والاخ شبل الحرب يقحى والقبايا. وهو الشقيق الاخ وليد الورد ذي ما له مثالي، كلهم يحفظهم الباري هم ابطال والمراجل. اصبري والصبر حكمه من الهي ذو الجلال، يا من احسنت ولمن جاز وشفي سوء التعامل. حاسبي الباري عليهم داموا ان الموال غالي، عندهم والموال كله عندنا حوا والزايل. والختام ختم بذكر المصطفى تاج والكمالي، سعد من صلى عليه نال والمحاسن والفضايل.